السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم. غادي نقترح عليكم كلاص منزلي بحجم عائلي كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير بمكونات اللي هي اقتصاديه تفرحوا به وليداتكم. فبقوا معايا باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير والمكونات اللي غنحتاجوا في هذا الكلاص. نبداو على بركه الله بذكر المكونات. اول حاجه خديت علبه ديال لاموس مذاق الفانيلا، ممكن تعوضوه مستحضر الكلاص. هنايا كذلك عندي لتر من الحليب، ممكن تستعملوا نصف لتر فقط، انا بغيت هنايا كميه تجيني شويه كثيره. وكذلك عندي 2 علب من ياغورت مذاق الكراميل، ممكن تعوضوه بكراميل منزلي او اللي بغيتو. عندي هنايا 4 ديال العلب من البسكوي ايو، ممكن ديروا اي بسكوي كتفضلوا. وكذلك عندي بعض من الحبيبات الشوكولا اللي غادي نزيدهم كذلك. هنايا طبعا المكونات انا ضفتهم في المجمد 4 ساعات تقريبا حتى بردوا مزيان وعاد غادا نستعملهم. صافي هنايا فرغت الكيس ديال لاموس ديالي، زدت عليه الحليب وغادي نبقى نطلعو. ما غاديش نطلعو بزاف، غنحاول انني ما نطلعوش بزاف باش نحافظ على داك الليونه ديالو باش يجيني الكلاص ديالي كريمي ما يجينيش مثلج. صافي هنايا غنحاول نطلعو مزيان كما كتلاحظوا معايا. لاموس ديالي بدات كتطلع. صافي هنايا كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنطلعها مزيان كما كتلاحظوا. وهنايا غادي نضيف داك 2 علب اللي عندي ديال الياغورت الكراميل. كما قلت ممكن انكم تعوضوها بكراميل منزلي او تعوضوها بالكراميل الجاهز اللي بغيتو، المهم غير كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين. صافي هنايا كنبدا نمزجو مع الخليط ديالي. وهنا من بعد ما امتزج ليا الخليط ديالي عفوا كنضيف داك البسكوي اللي قطعته غير هكذايا غير بيدي باش يبقى باين. وغادي نزيد عليه بعض من الحبيبات ديال الشوكولا، كيبقى اختياريه، ممكن تعوضوه بالكركاع او باللوز اللي بغيتو، النوغا اللي بغيتو، المهم اي اضافه راه كتزيدو لذة. صافي هنايا كنحاول نخلط الخليط ديالي مزيان. هنايا راه جاني كتير على لوبول، غنحاول نقسمو ونخلطو مزيان. وهنايا خديت واحد المول اللي غادي نضيف فيه داك الكلاص ديالي. هنايا صافي كما كتلاحظوا خديت هذا المول. الا كان عندكم بابي سلوفان ممكن تفرشوه باش يسهل عليكم انه تحيد، ولكن راه كيسهل انكم تحيدوا الا بغيتوا يعني ديموليوه من المول. كتخرجوه واحد شويه، كتخليوه غير يدفى غير واحد شويه، وكتاخذوا واحد هكذا شي طريف ديال الثوب، فزكوه بالماء ومسحوه من الجوانب وبسهوله كيتفرغ وكيتحيد من المول. انا هنايا كما لاحظتوا درتو غير في هذا المول ديال الكيك. صافي هنايا كنبدا نسرح الكلاص ديالي مزيان وغادي نغطيه بابي سلوفان وغادي ندخلو المجمد تقريبا 4 ساعات او اكثر كيكون جاهز. هنايا من بعد ما ديموليتو هنايا غادي نزينو بهاد الصلصه ديال الشوكولاته، او ممكن ديروا صلصه الكراميل اللي بغيتو. فالتزيين كيبقى اختياري. انا هنايا دوبتها غير هكا، خديت الشكلاط ودوبته مع واحد شويه ديال الحليب وصافي زينت به. وهنايا عندي بعض الحبيبات ديال الشوكولاته كذلك، وعندي واحد شويه ديال الجوز الكركاع وصافي. وهنايا خديت واحد الباكيه ديال ايو خليتها وقسمتو على في النصف هكا، كل حبه قسمتها على النصف وغادي نزين بها كما كتلاحظوا. فكيجي الشكل ديالو زوين بزاف وكيجي المذاق ديالو كذلك زوين. كنتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاستحسان ديالكم وتجربوه، فعلا كيستحق تجربه. ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه كنتمنى انك تشاركي في القناه باش يوصلك كل جديد الوصفات ديالي. طبعا الى عجبك المحتوى اللي كنقدم ومرحبا بكم. كنضرب لكم موعد فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.